بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا عملت الكوارع يا جماعة بطريقة جديدة وطريقة حلوة. يلا بينا نشوف. عملت الفتة والرز الابيض. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. الكوارع تحفة يا جماعة، تحفة جميلة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا يا حبايبي، وبألف هنعجبوا الفيديو يحطوا له لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بصوا بقى يا حبايبي، النهارده هعمل لكم كوارع. انا عملتها في القناه اكتر من مرتين تلاتة. النهارده هعمل لكم كوارع بطريقه جميله جدا جدا جدا. يلا بينا نبدا على بركه الله ونصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هنا انا غليت ميه. تمام اهو، غليت ميه اهو في الحله اهو. الميه غلت يعني جيده جدا جدا. وهنا غسلت الكوارع لما خليتها زي القشطه زي ما انتم شايفين كده، خليتها فل. هنسقطها كده في الميه السخنه. مبدئيا كده الاول نسقطها في الميه السخنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاه يرضيك ويوصلك يا حبيب الله يا محمد. هنسقطها كده في الميه الغاليه وهنديها غلوه واحده تغلي، بس تقوم تغلي. وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. الميه اللي هتغلي فيها دي هنكبها وهنرجع نشوف هنعمل في الكوارع ايه. بالصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام. وهناكل احلى كوارع بمشيئه الرحمن من ايد اختكم محمد. يلا بينا نبدا ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. هنغطيها كده على ما تغلي غلوه ونصفها من ميتها ونشوف هنعمل ايه. هنعمل احلى كوارع النهارده بطريقه حلوه وطريقه جديده، وهتاكلوا احلى كوارع عند اختكم محمد. اهو يا حبايبي كده الميه غلت بالكوارع. تمام اهي غلت اهي. هنطلع بقى الكوارع منها بالطريقه دي. تمام احنا قلنا غلوه واحده. الغلوه دي بتعمل ايه يا جماعه؟ بتاخد الزفره كلها وتنزل بالطريقه الحلوه دي. وهنبدا بقى نكب الميه اللي ايه اللي غلت فيها دي. تمام هكب الميه دي كده يا حبايبي. انا كبيت الميه وغسلت الحله تاني وحطيتها على النار تنشف تاخد صدمه كده. هحط فيها ايه بقى؟ هحط فيها نقطه زيت، بس الزيت النضيف ده يا جماعه. ما نحطش فيها اي زيت كده. مش هنحط سمنه ليه؟ عشان السمنه تخليها تلزق في الحله، انما الزيت هيمشيها. وانا عايزه اديها صدمه كده في الزيت وتحميله خفيفه كده، ونشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بالطريقه الحلوه دي. وهنحط الكوارع تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بالطريقه الحلوه دي هنديها تقلبتين في الايدان بتاعها ونشوف هنعمل فيها ايه. اهي يا حبايبي انا كده اهي حطيتها في حبه الزيت كده. ممكن تحطي حته سمنه، ممكن تحطي سمنه من التانيه، حبه زيت صغيرين كده، معلقتين اتنين كده، وتقلبيها شويه كده. بصي الكوارع كانك طبختيها اهي. بصي ما شاء الله، ولا فيها زفاره ولا فيها حاجه بالطريقه الحلوه دي. لان الميه يا جماعه اللي بتغلي بيها بتاخد كل الزفاره وتنزل، ما بيبقاش فيها زفاره نهائي. هنبدا بقى نحط عليها ايه يا حبايبي ونقلبها شويه. انا عندي هنا بقى بصله وطماطمايه ورق لوري وحبهان وحبه فلفل حصر، فلفل اسمر حصر. تمام اهو بصله وطماطمايه وورق لورا وحبهان وفلفل حصر. هنحط كله على قلب بعضه كده بالطريقه الحلوه دي. طبعا الملح مش هنحط الملح دلوقتي، هنأجل الملح شويه، هنأجل الملح حبه بالطريقه الحلوه دي كده. هنغطي عليها ونسيبها على نار هاديه تتشوح مع الشاي كده ومع البصل ومع كل حاجه حلوه كده. والملح هنأجله خالص لقبل ما تستوي بشويه، عشان الملح يأجل سواها. لو حطينا ملح دلوقتي هيخليها تاخد وقت كبير جدا عن تستوي. قبل ما تستوي ب10 دقايق هنحط لها الملح كده. هنغطيها ونسيبها على نار هاديه شويه
يا حبايبي كده نشوف الكوارع. شوف الجمال كده. هنحط لها فلفل اسمر حصى. هنحط لها بقى حاجه بسيطه قوي من الكمون. يا سلام تطلع ريحه بقى يا جماعه مش عايزه اقول لكم عليها، ريحتها خطيره. ونقلبها شويه بالجمال والحاجات الحلوه دي ونقلب كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شفتوا لونها يا جماعه فرق فيها التشويحه ازاي؟ بص الجمال ده. هنغطيها كمان شويه ونهدي عليها النار. اهي يا حبايبي نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده يا حبايبي خدت التشويحه بتاعتها الحلوه. هنحط لها بقى ايه الميه. ميه غاليه او ميه بارده هتغلي بيها لا. هي كده خلاص بقت في منتهى الجمال. اهو يا حبايبي كده الكوارع اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الفلفل والورق اللوري والحاجات اللي عايمه دي كلها، الفلفل الاسمر اللي انا حاطاه حب، والطماطم والبصل والحاجات الجميله اللي ايه الحاجات العطريه الحلوه دي. كده هنشرب احلى شوربه كوارع. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنغطيها تستوي ونشوف هنعمل فيها ايه. يلا يا حبايبي نشوف الكوارع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بص يا حبايبي اللهم صل وسلم على رسول الله. شايفين الشوربه؟ مش معنى يا جماعه ان انا اعمل لها صدمه للميه وادلق الميه بتاعتها ان انا ما غسلتهاش كويس، لا لازم تتغسل كويس جدا بالليمون والدقيق والطماطم. كل حاجه عندك اغسلي بها الكوارع بمعلقه طحينه تحطها عليها في الغسيل. خليها زي الفل. ده احنا بنقول زياده تاكيد ان احنا نغلي في الميه ونكبها، لكن احنا بنخليها في الغسيل زي الفل عشان نشرب شوربه نظيفه وناكل كوارع كويس. شايفين منظرها يا جماعه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شايفين محمره ما شاء الله قبل ما تخلص سواها. بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله يا محمد. كده تشربي احلى شوربه للكوارع. هنسيبها نغطي عليها تستوي، وقبل ما تخلص سوا ب10 دقايق نحط لها الملح. تمام. وبألف هنا حبايبي. اهي يا حبايبي كده خلاص الكوارع دخلت في السوا خلاص اهيت. ما شاء الله اللهم بارك. بقى زي السكر اهي ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنبدأ بقى نحط لها الملح علشان ما تبقاش عذب. نحط لها الملح كده. كده خلاص لما تستوي كده نحط الملح، يبقى الملح ما عطلش سواها. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. شفتوا الجمال يا جماعه؟ شفتوا الشوربه بتاعتها رايقه وحلوه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. نشوف بقى هنعمل لها ايه. هنعمل لها طشه حلوه قوي دلوقتي. هنعمل للشوربه طشه حلوه. خلاص هي كده استوت خلاص. هنبدا نطلعها ونشوف هنعمل طشه حلوه قوي للشوربه. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. اهو يا حبايبي انا طلعت الكوارع وحطيتها تتحمر اهي. وبعمل لها هنا ايه طشه حلوه قوي. كزبره خضراء وشبت على تومه. حمرهم كده ونحطهم على الشوربه. طبعا الشوربه انا فضيتها في حله تانيه وصفيتها. بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا اهي. صفيتها خالص بالمصفى واحط لها الطشه دي. اعمل لها طشه حلوه اهي واحطها لها. وبنحمر الكوارع اهو. تاكلي احلى كوارع من ايد ام حماد يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبي بالطشه اهي. بسم الله ما شاء الله. كده احمرت اهي. بنحطها للشوربه. كده شوربة الكوارع يا حبايبي. الله الريحة جميلة بالطريقة الحلوة دي بشوربة الكوارع. تحفة 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 تحفة. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. اللي يجوا الفيديو حطوا اللايك بقى يا جماعة. اللي يجوا الفيديو حطوا له لايك. كده الكوارع بتتحمر بقى يا حبايبي.
وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يلا كده نطلعها ونشوف. اهو يا حبايبي بعمل فته اهو مكان ما حمرت الكوارع تبقى تحت الرز. وطبعا كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمل فته يعمل رز من غير فته، اللي عايز يعمله. انا بعمل جنبها فته ورز ابيض، وممكن اعمل لها صلصه من فوق، وممكن ما اعملش صلصه بالطريقه الحلوه دي يا حبايبي. يلا نغرف بقى الاكل ونشوف. اهو يا حبايبي انا كده خلصت الاكل، عملت فته وتحت والرز الابيض وعملت وحمرت الكوارع بالطريقه الحلوه دي. ودي الشوربه يا جماعه بتاع الكوارع، تحفه تحفه تحفه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حاجه جميله جدا جدا واكل تحفه وبالف هنا يا حبايبي. اللي يعمل زي كده بالف هنا. ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد باذن الله، وما تحرمونيش باللايك بتاعكم والتعليق الحلو زيكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد بمشيئة الرحمن باذن الله، مع اكله جديده ومع وصفه جديده باذن الله. الكوارع تحفه يا حبايبي، وجربوها زي ام حماده ما عملت، هتاكلوا احلى كوارع. شربتها تحفه تحفه تحفه، والفته اهي والرز الابيض تحفه يا جماعه بالف هنا. يلا بينا نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد بمشيئة الرحمن، مع الف سلام.